اليوم أنا بالموصل بالدوام عسكري، فموجودة أبراج حراسة داير مداير الفوج، فأكو بيت يم البرج الآن بيه ساعة بالأربعة العصر انفتح الباب مال هذا البيت، فطلعت بنية سبحان الله الخالق، طبعا هي صغيرة بالعمر، عمرها هيك 16-17 سنة، الشفة حمراء، العيون خضر، الشعر سلاسل من ذهب، فطفلة الدماغ حيل. هي مسيحية اسمها رندة. صار تبادل بيني وبينها بالنظرات، أشرت لها صورتها بالموبايل، لا صارت الشغلة عادية، سحبت القلم بديت أكتب، فالموضوع صار عبارة عن تبادل بيني وبينها بالكلام. فقلت يا صغير ايش بيك وياي بايع؟ تقول ليش؟ ترى من انزل احضنك حيل واهرب من الجيش. فتقول لي تعبت نفسك حيل بنظرات العيون، تنزل علي شلون؟ قل لي انت مجنون. قلت لها انجنيت انا صدق من شوفت عيونك، حلوة وصغيرة عمر وخايف يحزونك. قالت لي ارجوك هذا الحدث قشمرت فيه العام، خلص الواجب وروح لفراشك ونام. قلت له شلون انام الليل؟ يلا انت جاري، اتمنى تجيني بساعة وتطفي ناري. شلون اجيك بساعة وانت محكومة، واللي يطب عسي يشقق هدومه. فقلت له كل الحكومة تروح فدولة يا تاج، القائد وآمر فوج وحراس الابراج. فتقول لي ارجوك كافة عبد خليني بحزاني، باكر يشيل الفوج وبسرعة ثاني. فقلت له خليه يشيل الفوج، بس انا ما انساك، لازم يدور الزمن ونتلاقى انا وياك. تقول دار بيك الزمن مر بينا خل نشوفك، ولو صبت دموع العين سحبت شوفك. قلت له اجمع دموعك بدي فوقاهن دموعي، شمعات الرايم طفن اولهن شموعي. فتقول اخذ دموعك يا غالي واحطها لاقلامي، واكتب رسائل شوق واتذكر ايامي. فقلت لها مو بس حبر على الورق، مو بس حبر على الورق جمع يظل منثور، يرحم دول كل مرض ما حاجة للدكتور. تقولي لو صار بيا مرض انت ترى تداوي، وقلبي فتحته لك لا تروح وتخلي. قلت لها ما اريد اطب على القلب، شايل الم واحزان، عيش بسعادة وهنا والبس ثياب الوان. فتقول طعم السعادة انغبت والله ما موجود، انزع هدوم الفرح والبس ثياب السود. فقلت لها ما بقى ساعة الزمن ونودع مناطقكم، وصدقيني والله القلب يشتاق بس لكم. فتقول ما تكفي ساعة الزمن، بيها انا صبر الروح، والجرح مني الا كم يهيج هواية جروح. قلت لها ما ضل علي وقت رايق صور تذكار، الطف لهيب القلب مشتعل بيه النار. تقول لي ما تفيد هاي الصور، طف القلب وياك، ابقى انا بلي قلب بس كون ما انساك. قلت لها قلبك صغير بعد ما يحمل الحسرات، بس قلبه شاف هموم وضاق المرارات. تقول لي ارجوك ذب القلم يازيك تكتب بيه، يمكن نخلص حبر افتح وشوف ايش فيه. قلت له حتى لا خلص حبر بس في دمع وهموم، حتى اكتب لك رقم رمش علي كل يوم. بتقول رقمك حفظته يا غالي مو على الورق على الغيب، ابقى ادق واتصل لما افرغ الجيب. فقلت لها ان فرغ جيبك ترى ندز لك هوايه فلوس، ما نريد منك طمع بس الخدود نبوس. فتقول كاتم وسال الدمع انطينا عنوانك، ولو هجرونا صدق تلقيني باحضانك. الدار بيك الزمن تلقيني خيمه وبيت، انثر دموع الفرح ووزع الشكليت. بتقول يا غالي فراقك صعب رايق اتوسل بيك، ارجوك اجل السفر خل شوك نشبع بيك. شلون اجل السفر وانا طريق بعيد، امانة الله يا رندة ذكرينا بالعيد. بتقول يا عيد هذا اليمر اقضيه ون ولوم، وعلى فراقك يا علي لبكي واشق الثوب. واخيرا وليس اخرا، مثل اخر كلامي اودعك والله وياك، وهذا عنواني يا رندة وصدقيني ما انساك. شكرا.